يا مساء الفل، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين والله عام جميل جدا قضيته وانا بعمل البودكاست ده. اعتقد اكتر من سنة كمان، سنة وكام شهر، سنة ونص كمان اعتقد. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب 2026 دي تكون سنة لذيذة خفيفة تعملوا فيها اللي انتوا نفسكوا فيه كله. آه بمناسبة إن أنتم تعملوا فيها اللي أنتم عايزين تعملوه كله، حلقة النهاردة مرتبطة بالإنجازات والحاجات دي كلها، وإزاي نكون ناس منجزة أكتر. فأنا قلت أجيبها في حتة إن إحنا أكيد كلنا نفسنا ننجح، ننجح كدراسة، ننجح كشغل، ننجح كحياة عملية، حياة عاطفية، أي حاجة. المهم إن إحنا ننجح يعني. ف خلّينا نتكلم أكتر عن حلم الناس كلّها، اللي هو إن إحنا ننجح. في ناس كتير بتقضّي سنين من عمرها وهي فاكرة إن مشكلتها إن هي مش عارفة تنجح، أو إنها لو خدت فرصة، أو لو الظروف اتحسنت، أو لو الحظ جه في صفّها كل حاجة هتتضبط. لكن الحقيقة اللي ما حدش بيحب يقولها إن في ناس لمّا الفرصة بتيجي فعلًا بتخاف. مش بتخاف تفشل، ولكن بتخاف تنجح. ودي حاجة ممكن ناس كتير ما تسمعش عنها، بس في وقت من الأوقات ممكن تكون عاشتها. ودي حاجة موجودة، إنه أكيد أنت عمرك حسيت إنك طول عمرك مستني الفرصة، ولما تيجي فرصة تلاقي نفسك بتتلكك، بتأجل، بتتردد، أو حتى تتدخل بنفسك وتبوظ الموضوع بإيدك. فهو الغريب إن الخوف مش دايمًا من الفشل، هو أوقات كتير جدًا بيبقى الخوف من النجاح نفسه. آمم، النهارده أنا مش هاجي عشان أدّي نصايح سريعة ولا أرمي شوية معلومات. النهارده أنا جاية أفهّم وأفهم معاكم يعني إيه إنسان يخاف ينجح، وليه الخوف ده مرتبط بشكل وثيق جدًا باضطرابات القلق، وإزاي العقل والجسم بيتآمروا أحيانًا على الفُرَص، مش لإن الشخص ضعيف، ولكن لإن الشخص متبرمج على النجاة أكتر من الإنجاز. آآ بس كده. إيه هو الخوف من النجاح؟ آه، بالنسبة لي الخوف من النجاح واحدة من أكتر المشاعر اللي بيتم إساءة فهمها، لأن المجتمع شايف إن النجاح حاجة إيجابية مطلقة. أنت ما ينفعش تخاف من النجاح. كل الناس نفسها تنجح، كل الناس حلم حياتها حرفيًا إن هي تنجح، بدون بقى تسمية عايز تنجح في إيه، بس هي عايزة تنجح وخلاص. فإنك تقول أنا خايف أنجح بتتسمى ساعات بكسل أو تردد أو قلة طموح أو عدم انضباط، بينما في الحقيقة اللي بيحصل أعمق من كده بكتير. الخوف من النجاح مش مصطلح رومانسي ولا كسل متنكر، بل هو حالة نفسية معقدة. اتكلم عنها علم النفس تقريبا من منتصف القرن العشرين، خصوصا في سياق الصراعات الداخلية. إن الإنسان اللي بيخاف من النجاح بيبقى عايز ينجح ويشتغل ويتعب وبيحلم، لكن أول لمّا بيقرّب إن هو يلمس النتيجة دي، حاجة جوّاه بتبدأ هوب تشد الفرامل. الفرامل دي مش واعية ومش منطقية، بس هي فعّالة جدًا، جدًا، جدًا. يعني هو لا بيبقى فاهم ليه هو بيفرمل، ولا حد من اللي حواليه فاهم هو ليه بيفرمل، وما عندوش أسباب لده، ولكن الفرملة بتبقى قوية لدرجة إن هي ممكن تهد كل حاجة في لحظة. للأسف الخوف من النجاح مش تشخيص مرضي مستقل، ما لهوش تشخيص مرضي مستقل، ولكن هو عرض واضح جدًا، جدًا، جدًا لاضطرابات القلق، خصوصًا القلق العام والقلق الاجتماعي، وأحيان كتير جدًا، جدًا للpanic attacks.
وعشان نفهم ده لازم نفهم الأول إن القلق مش خوف من حاجة وحشة بس، القلق في جوهره يعني في تعريفه بشكل دقيق إن هو خوف مزمن من فقدان السيطرة. فالعقل القلقان دايمًا بيتشغل بمنطق إنه إيه اللي ممكن يحصل بعد كده، إيه أسوأ سيناريو، إيه اللي مش في إيدي، إيه الحاجة اللي ممكن تحصل بعد ما أعمل مش عارف إيه، الناس مركّزة معايا، كل الحاجات دي. القلق الشخص اللي عنده قلق عام بيشوف النجاح كحالة غير مستقرة، حاجة ممكن تضيع في أي لحظة، فبدل ما يفرح يقعد يحسب احتمالات الخسارة و وأي حاجة ممكن تهِد اللي أنا تعبت عشانه ده. ففي التحليل النفسي للشخص اللي عنده قلق، إن النجاح مش مجرد إنجاز خارجي زي ما الناس بتبقى شايفاه، أو الناس اللي ما عندهاش النوع ده من الاضطراب بتبقى شايفة إن هو إنجاز وعدّى وخلاص هاتبسط وهافرح والموضوع خلص، أو هانتقل لنجاح أكبر. لأ بالعكس، في التحليل النفسي للشخص اللي عنده قلق أو نوبات اضطراب، بيبقى معناه إن النجاح هو انتقال من وضع لوضع تاني مختلف، من هوية لهوية تانية، من مساحة مألوفة لمساحة جديدة. يعني أنا باخرج برّه الcomfort zone بتاعتي، والانتقال دايمًا بيحرّك الشخص القلق. يعني الإنسان اللي عنده اضطرابات قلق بطبيعته مرتبط بعدم اليقين، فأي حاجة جديدة حتى لو حلوة بتبقى تهديد محتمل للعقل القلقان إنه في حاجة هتحصل، الحياة دي أنا مش متعوّد عليها، النمط ده أنا مش متعوّد عليه، فإيه اللي هيحصل بعد ما أنجح؟ فدي بالنسبة له حاجات جديدة. فبعد النجاح بالنسبة للعقل ده في مسؤولية أكبر، في توقعات أعلى، في مراقبة أكتر، في مساحة أقل إن أنا أنهار أو إن أنا أتضغط. فالنجاح هنا بالنسبة لي مش نهاية التعب، بالعكس ده بالنسبة لي هيبقى بداية ضغط جديد أنا ما أعرفوش ولا متعوّد عليه، فالعقل اللي متعوّد يحمي صاحبه من الألم ده هيبدأ يشتغل ضد الهدف مش معاه. يعني زي ما قُلنا كده من شوية، عقلي هيبدأ يشتغل ضد الهدف مش معاه، رغم إن أنا أكون من برّه باعمل كل حاجة تخلّيني أجري ناحية الحلم اللي أنا باحلم بيه، بس دماغي مشغولة بكل حاجة تخلّيني أتعطّل عن الحلم ده، ودي حاجة حقيقية. يعني مش لازم إحنا نكون آمم مُدركينها، بس أحيانًا هي بتحصل، وأحيانًا الناس بتُدركها بس ما بتعرفش تسمّي ده بمسمى حقيقي. فالنجاح رغم شكله الجميل من برّه، بالنسبة لعقل الشخص اللي عنده اضطراب قلق، هو سلسلة طويلة جدًا من المجهول. يعني وزي ما قُلنا إن نجاح يعني تغيير، فالتغيير ده بقى هيطول المسؤوليات والتوقعات، وهيطول نظرة الناس، وهيطول شكل الحياة نفسها، وده كفاية جدًا عشان يخلّي أي جهاز عصبي يحس بالتهديد. فهو غالبًا مش بيخاف من لحظة النجاح نفسها، هو بيخاف من اللي هيحصل بعدها، بيخاف من فكرة إن المطلوب منه إن هو يفضل ثابت ويفضل قوي ويفضل ناجح ويخاف من فكرة إن الغلط هيبقى أغلى مش أسرع أو مثلًا أكبر، لأ هو هيبقى أغلى. يعني أنا لو غلطت وأنا ناجح غلطي هيبقى أوضح، والناس وقتها هيبقى ليها رأي، مش هيبقى زي غلطي وأنا ما ليش لازمة. فالقلق العام الشخص بيعيش طول الوقت في سيناريوهات مستقبلية مرهقة، فلما بيقرب من النجاح عقله مش بيحتفل، عقله بيبدأ يشتغل زيادة، يفتح كل الاحتمالات السيئة دفعة واحدة. ماذا لو معرفتش أكمل، ماذا لو الناس اكتشفت إن أنا مش كفء. والسؤال ده مرتبط بالحلقة اللي أنا اتكلمت فيها عن الimposter syndrome. ماذا لو النجاح ده خد مني راحتي؟ ماذا لو حياتي اتقلبت وأنا مش مستعد؟ فده في القلق العام. أمّا في نوع آخر اللي هو القلق الاجتماعي، النجاح بيبقى آمم
معناه إن أنا هاتعرّض أكتر. يعني إيه هاتعرّض أكتر؟ يعني ظهوري هيبقى أكتر، تقييمي هيبقى شيء متاح، آآ النظر عليَّ هيبقى أكتر. فالشخص اللي طول عمره حاسس إن هو تحت المراقبة، النجاح بالنسبة له مش جايزة، ده كشّاف نور. كشّاف النور لمّا بييجي كده، أي حد لمّا بييجي على وشه كشّاف نور عالي بيغمّض عينه بسرعة. بالضبط، هو ده نفس الإحساس. كشّاف النور ده بيكشف كل حاجة هو حاول يخبّيها، تردُّده، ضعفه، توتُّره، صوته الداخلي اللي بيقول له أنت مش قد كده. كل ده بيحصل عشان كده الشخص القلقان ده ممكن ينسحب في آخر لحظة ويبوّظ حاجة بإيده. بإيده، أنا هابعدها تاني. ساعات الناس بتبوّظ حاجات بإيديها وهي مش مُدركة إن هي بتعمل ده، فتأجّل من غير سبب واضح أو تتعب فجأة أو تحس بإرهاق مش مُبرّر، أو يقول لنَفْسه لأ أنا هأجّل الحاجة دي خلاص هي مش وقتها دلوقتي. فالجسم هنا بيلعب دور مهم جدًا، لإن القلق آآ ما بقاش مجرد فكرة. القلق هنا بقى إحساس جسدي، إحساس بالخفقان والتوتر والشد العضلي والاضطرابات في النوم وكل الكلام ده. فالعقل وقتها بيبدأ يفسر الإحساس ده على إنه خطر، حتى لو الخطر ده في الواقع هو النجاح. فهمتوا الcycle ماشية إزاي؟ يعني هو بيترجم لك بقى حاجات كتير أوي بناءً على الإحساس اللي بدأ في الأول خالص اللي اسمه القلق. في نوع آخر أو في رواية أخرى، في ناس بتخاف من التوقعات مش لإنها مش واثقة في نفسها، لكن لإنها عارفة إنها بتتعب نفسيًا عشان توصل. ففكرة إن المجهود ده يبقى مطلوب طول الوقت بالنسبة لهم بتبقى مرعبة، وبالنسبة لأي حد طبعًا هتبقى مرعبة. فالنجاح هنا معناه ما فيش راحة. أي حاجة مجهولة إحنا بنقعد نفسّرها ونتكلم عنها بشكل فيه تهويل شوية. فممكن تبقى الحاجة فعلًا فيها راحة وفيها comfort zone وفيها الكلام ده كله، بس لإن هي مجهولة أنت عقلك بيفسّرها بحاجة تانية خالص. في ناس تانية بتخاف من فقدان السيطرة. القلق دايمًا مرتبط بالتحكم، فالنجاح بيكسر الروتين، بيغيّر العلاقات، بيفرض اختيارات جديدة. فوقتها الشخص ال أنا عايزة أقول الشخص القلق، بس أنا يعني لغتي العربية مش هتساعدني. الشخص القلقان ده بيحس وقتها إن الأرض اللي هو واقف عليها دي بتبدأ تتحرك. في خوف من الانكشاف زي ما قُلت من شوية، وفي خوف أعمق ألا وهو الخوف من فقدان الهوية. ناس كتير بنت هويتها على المعاناة، على السعي، على كونها لسه بتوصل. النجاح وقتها بيسحب السجادة من تحت الصورة دي، فيخلّي الشخص يسأل نفسه أنا مين من غير الصراع ده. ودي للأسف حاجة من الحاجات اللي نادرًا ما بتتقال، إن النجاح ممكن يهدد هوية الشخص. فالناس اللي اتعودت دايمًا إن هي تشوف نفسها دايمًا في وضع أقل، أو مش في الواجهة، أو مش مسؤولة، أو مش مطلوبة، النجاح المفاجئ ده بيقول لها أنت بقى ليك مكان. فالسؤال المرعب هنا، هل أنا مستعد أكون الشخص ده؟ في حالات كتير الخوف من النجاح بيكون مرتبط بتجارب سابقة. طفل نجح واتحاسب أكتر، أو اتقارن بغيره، أو اتقال له ما تغلطش تاني لأن أنت مش من المفروض إن أنت تغلط تاني بعد ما عملت 1، 2، 3. فالنجاح اتربط في اللاوعي بالعقاب مش بالمكافأة، لأن أنا قبل كده ما كنتش باتحاسب بالشدة والحزم دي. فاهمني؟ فعشان كده مهم نفهم إن الخوف من النجاح مش ضعف، ألا وهو آمم آلية حماية. عقل اتعلم إن الأمان أهم من الإنجاز، وإن إن أنا أفضل في المساحة المعروفة حتى لو مؤلمة، هأمِّن نفسي. فالشفا هنا مش إن أنت تغطي على نفسك أو تكسر خوفك بالعافية، ولا إنك تجلد ذاتك وتتهمها بالتقصير. الشفا بيبدأ لما نفهم إن القلق
أو إن النجاح محتاج أمان نفسي مش بس طموح، لإن الطموح مش كفاية. أنا ممكن أفضل أعيش حياتي كلها باطمح في حاجة وباسعى لها، وآجي في آخر خطوة بسبب خوفي أنا مش بسبب حاجة خارجية، أنا اللي أهِد كل حاجة بإيدي. بالنسبة لي أنا هنا نقطة التحول لأي شخص مش في القسوة ولا في التحفيز المزيف، نقطة التحول هتبقى في الفهم. لما نفهم إن القلق جهاز إنذار عالي الحساسية، حساس جدا، بيحس أي حاجة. على فكرة القلق ساعات بيجي في الموضوع ده في الrelationships والfriendships، إنه بيترجم أي حاجة الشخص اللي قدامي بيعملها إن هي هو متضايق، في حاجة عصبته، في حاجة أنا عملتها غلط، كل الكلام ده. فده بيحصل. فأنا لما أترجم إن القلق ده جهاز إنذار حساس جدا مش عدو، النجاح ساعتها هيتعاد تعريفه في مخي. مش إن هو نطة مرة واحدة بس، ممكن يتعاد تعريفه إن هو حاجة تدريجية بتيجي واحدة واحدة، أنا سعيت عشان خاطرها، فالنتيجة دي هتحصل ومش هتغير لي حياتي. فهي مش حكم نهائي، هي تجربة. فيمكن وانت بتسمع الكلام ده بتسأل نفسك يمكن طول عمري بقول ان انا بخاف افشل، بس الحقيقة اللي خدت وقت عشان انت تعترف بيها ان انت بتخاف تنجح، بتخاف من اليوم اللي توصل فيه وتبص حواليك وتكتشف ان مفيش شماعة تعلق عليها تعبك، مفيش اعذار، من الاخر مفيش لسه. فممكن يكون الانسان بيخاف من المسؤولية، وبيخاف من النظرة اللي هتتغير، او من الصوت اللي هيجي يقولك انه دلوقتي ده دورك، دلوقتي انت المفروض تكمل او المفروض تعمل كذا. فيمكن انت مش بتهرب من النجاح، انت بتهرب من الضغط اللي بعده، من فكرة ان انت تبقى مرئي ومحسوب ومطلوب منك ان انت تفضل ثابت. ف افهم ان انت بتقول الكلام ده او بتسمع الكلام ده مش عشان تتهم نفسك فيما بعد، ولكن عشان تفهمها، لان الخوف مجاش من فراغ، ده اتعلم وتكرر وتخزن. انت في حاجات كتير المفروض ممكن تكون عديت بيها، فهي اللي وصلتك ان انت بتمر بالاحساس ده. فيمكن اول خطوة مش ان انت تجري اكتر، ولكن ان انت تقف شوية وتقول لنفسك ان انت في امان حتى لو نجحت. ف آم، النجاح الحقيقي مش ان احنا نوصل، لكن ان احنا نسمح لنفسنا نعيش في المكان اللي احنا هنوصل له فيما بعد، بس من غير ما نخاف، من غير ما نفضل قلقانين هو هيروح مننا امتى، لان مش ده الطبيعي. آه، اخر حاجة احب اقولها، آه، في يوم من الايام تقريبا من شهرين وانا بحاول اكتب الحلقة دي، كان السؤال اللي خلاني آم، اكتب الحلقة واكتب السكريبت الا وهو ليه احنا كبشر بنخاف من الحلم اكتر مما بنخاف من الكابوس. ودي حاجة بالنسبة لنا المفروض العقل مش بيفكر فيها كتير، ولكن هي دي الحقيقة. احنا لما الحاجة بتقع قدامنا او بتتهد او بتروح بنبطل نخاف او ما بنخافش في اللي ممكن يحصل بعد كده. يعني انت لو ركزت مثلا، انت بتخاف من الفقد او من الفشل كلحظة، بس بتخاف من النجاح كلايف ستايل هيجي بعدها. يعني انت خوفك من النجاح زمنه في دماغك اطول من الزمن اللحظة اللي انت هتبقى فيها في الفشل. يعني بالنسبة لك الفشل لحظة، وقت ما هفقد الحاجة دي خلاص انا هحزن عليها وبعد كده خلاص الموضوع خلص شك الدبوس. بس النجاح انت هتفضل بقى بعد ما نجحت هتفضل خايف طول الوقت ان انت تفقد الحاجة اللي انت تعبت عشانها إلى ما لا نهاية بقى، لغاية لمّا تحصل الحاجة. فليه؟ يعني أنا دايمًا لمّا بالاقي ناس من صحابي أو ناس من أهلي خايفين على حاجة، أو مثلًا خايفين من نتيجة حاجة، باسألهم سؤال واحد: هل أنا الطبيعي إن أنا هاعيش حياتي كلّها
خايف أو زعلان إن الحاجة دي ممكن تروح، ولمّا تروح هازعل برضه، أُمّال أنا هاتبسط إمتى؟ طَب على الأقل أتمتّع بيها قبل ما تروح منّي يعني. فهو ده الفكرة يعني إن هل أنت بتحاول تحقق حلمك والّا أنت بتحاول تنجو وخلاص؟ لأن النجاح مش لحظة تسقيف ولا رقم ولا لقب، النجاح الحقيقي إن أنت تقدر تعيش في المساحة اللي أنت وصلت لها من غير ما تنهار، وإن أنت تبقى موجود من غير ما تحارب، وإن أنت تفضل تكمّل من غير ما تستنزف نفسك، بس كده. فلو أنت وصلت للنقطة دي من الحلقة، يعني يا رب أكون وصّلت لك حاجة شوية، وإن شاء الله الحلقة دي تكون استفتاح كده للسنة الجديدة، يا رب كل الناس تحقق أحلامها، وكل الناس تنجح، وكل الناس توصل اللي هي عايزة توصل له، وأنا كمان يا رب. بس كل سنة وأنتم طيبين مرة تانية، وأشوفكم الحلقة الجاية. Free audio post production by alphonic.com